السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. دعونا اشارككم واحد القصة ديالي. قبل ان نطرق هذه القصة نطرح مع الوالد رحمه الله. بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين صلوا عليه وسلم. اللهم ارحم والدي رحمة واسعة، اللهم اجعل قبره روضا من الجنة، اللهم افتح بين الجنة ليس ابدا، اللهم ادخله الجنة بغير حساب ولا سوء عذاب، اللهم حرم ساسع النار، اللهم لا اسقيه شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بلا تحرم النظر لوجهك الكريم. على بركة الله نبدا. مشاهدي الكرام، اسعد الله اوقاتكم. حنا كلنا نقولها بالدارجه دروك، بسم الله نتوكلوا على الله ولا حول ولا قوه. نديروا واحد الدعاء يعني العاجل، نطلبوا الله سبحانه وتعالى وما يتوكلكم. لان انا كنت دفعت الحج، انا والزوجه ديالي وواحد الاخت ديالي. جينا في لا ليست داتونت، يعني هذه المره يعني المسائل الرئيسيه جاو فيها حنا في لا ليست داتونت. المهم وصلونا، عيطونا اليوم الجمعه 12 شتنبر على اساس انها اللي تبدي باش تخلص من الاثنين للجمعه. سبحانك يا جليل، انا درتها وكنت ناوي باش يعني نمشي للحج ان شاء الله باذن الله، لكن دابا ملي جات الخلص ما عندناش باش نخلصوا. ماشي راني كنطلب الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي قادر على كل شيء. خدت هذا الفيديو الله ان كنتوجه الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، كن فيكون. اذا تقريبا نقول سبعة دوك حنا ثلاثه، المهم ستة وشي حاجه، نقول ما بين، المهم تلقى لك شي 7 المليون للواحد. اذا نسال الله تعالى يعني ما يحرمناش، وحنا كانت عندنا نيه باش نحجوا، والله هو القادر كيفاش الشيء يقول لك كن فيكون. الله سبحانه وتعالى نديروا لهذا، نطلبوا الله يوفقنا لهذه الحجه ان شاء الله ديال 1446 هجريه. اذا اللي جا الرزق والحج، المهم تابعونا نديروا واحد الدعاء، والله هو اللي عليه يتكلف سبحانه وتعالى. باش نطلبوا هذا الحج عاجلا نديروا هذا الدعاء المطن حصول على حج عاجله. ادعوا يقول يعني ادعوا بقول الله بسم الله. المهم نديروا واحد بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد. نفتتح بالصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارزقني زياره بيتك الحرام، اللهم ارزقني زياره بيتك الحرام انا وزوجتي واختي الكبيره. اللهم ارزقني زياره بيتك الحرام وحج بيتك المعظم. اللهم ارزقني زياره بيتك الحرام وحج بيتك المعظم، وسهل لي طريقه ويسر لي امره، وبارك لي في رزقي وعملي حتى استطيع اداء مناسك الحج. اللهم ارزقني زياره بيتك الحرام. اللهم ارزقني انا وزوجتي واختي الكبيره، لان خرجنا فينا القرعه. علاش كنقول اختي الكبيره والزوجه؟ خرجت فينا القرعه حنا ثلاثه في لا ليست داتونت، يعني في الانتر. اللهم ارزقني انا وزوجتي واختي الكبيره زياره بيتك الحرام وحج بيتك المعظم، وسهل لي طريقه ويسر لي امره، وبارك لي في رزقي وعملي حتى استطيع اداء مناسك الحج. اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام في اقرب وقت وفي هذا العام يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. واغفر لي ذنوبي واكتب لي اجر الحجاج والمعتمرين، وتقبل مني صالح الاعمال. يمكن اذا الدعاء بقول عاود كذلك. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، وارزقنا الذهاب للحج، واكتب لنا زياره لبيتك الحرام وزياره قبر رسولك يا رب العالمين. وعيد هذا الدعاء وانا كنقولها من قلب خالص. اللهم ارزقني انا وزوجتي واختي الكبيره زياره بيتك الحرام وحج بيتك المعظم، وسهل لي طريقه ويسر لي امره، وبارك لي في رزقي وعملي حتى استطيع اداء مناسك الحج. اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام في اقرب وقت، واغفر لي ذنوبي واكتب لي اجر الحجاج والمعتمرين، وتقبل مني صالح الاعمال. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، وارزقنا الذهاب للحج، واكتب لنا زياره بيتك الحرام وزياره قبر رسولك يا رب العالمين. اللهم يسر للحجاج طريقهم واجعله حجا مقبولا وذنبا مغفورا، واكتب لنا معهم زياره قريبه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الاعمال، وارزقنا زياره بيتك الحرام عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارزقني الذهاب الى الحج يا رب العالمين، فالقلب فاض شوقا لزياره بيتك الحرام. اللهم يسر للحجاج طريقهم واجعل له حجا مقبولا وذنبا مغفورا، واكتب لنا معهم زيارة قريبة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا زيارة بيتك الحرام
عاجلا غير آجلا رب العالمين. اللهم ارزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين، أنا وزوجتي وأختي الكبيرة، فالقلب فاض شوقا لزيارة بيتك الحرام. هناك دعاء عودة لجلب الرزق. اللهم إني أسألك رزقا واسعا حلالا طيبا، واكفيني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم يا رزاق السائلين ويا راحم المساكين يا غياث مستغيثين، ارزقني من حيث ولا أحتسب. وهذا الدعاء طلب الدعاء وهو زيارة بيتك الحرام أنا وزوجتي وأختي الكبيرة. ربنا رب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فارق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أقضي عنا الدين وغنينا من الفقر يا رب العالمين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عنا الدين وغنينا من الفقر. اللهم ارزقنا حجة عاجلا يا رب، يجب لنا باش نخلصوا. راهم طلبوا لنا ابتداء يعني من يوم الاثنين حتى الجمعة، يعني من 15 ل 19 شو تنبيه. ونحن نرجوك يا رب العالمين وفقنا لهذا الحج أنا وزوجتي وأختي الكبيرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي في هذا النهار رحمة واسعة، واجعل قبره روضة من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.